عدت 48 ساعه على استلام الايفون 16 وكميه مشاكل ظهرت خلال اليومين دول، تعالى اعرفك عليها. صباح الفل، صباحنا وصباح الملك لله. اللي هو عايز اقول يا ايفون على الصبح، راي الدكتور ممدوح نصر الله عنده حق والله. لو ناوي تجيب الايفون 16 برو او برو ماكس او 16 عادي، تعال اعرفك على بعض المشاكل اللي ظهرت مع المستخدمين خلال اليومين اللي فاتوا علشان تحاول تتجنبها او نستنى نشوف هتتصلح ازاي. انا حاولت اجمع لك كل المشاكل اللي ظهرت من كل اليوزرز على مستوى العالم تقريبا. فما تنساش تعمل لايك للفيديو، وانت لو معاك ايفون 16 برو او برو ماكس او اي فيرجن من الايفون 16 وظهرت معاك مشكله من انا هتكلم عليهم دول، سيب لي كومنت تحت الفيديو في الكومنتات ونحاول نحلها سوا. اول واكتر مشكله عليها صياح من اول ما الناس استلمت ايفون 16 برو وبرو ماكس خاصه المشكله في تاتش الشاشه. الشاشه مش بترسبونس او مش بتستجيب للتاتش في بعض اماكن من الشاشه، وناس بقى كتيره قعدت بقى تقول حلول ان المشكله في السكرين اللي انت حاططها. لا، فقال لك لا انا شلت السكرين. فناس قالت تاني ان حواف الكفر لو هي مغطيه الشاشه، وخاصه ان حواف الموبايل دلوقتي بقت رفيعه جدا وان الشاشه قريبه جدا لحواف الكفر، فده بيعمل ميس تاتشز او بيخلي الشاشه تعلق وما تبقاش مستجيبه لصوابعك او اللمسات بتاعتك. وفي ناس تانية قالت ان هي بتستخدم الموبايل وزاوت كفر وزاوت اي حاجه خالص، وعلشان كده احيانا بيحصل ميس تاتشز من البالم بتاع الايد او بطن ايدك، عشان دلوقتي الحواف فعلا بقت صغيره بشكل اكبر من السنه اللي فاتت، واللي هي خلاص قربت توصل يعني للحدود بتاع الموبايل. ويمكن ده انا مش بحبه قوي بصراحه، عشان دي النتيجه اللي بتحصل ان بيحصل ميس تاتشز وتبقى استجابه الموبايل للتاتش والسرعه، وخاصه انت بتكتب بسرعه، والناس اللي بتستخدم الموبايل من غير كفر احيانا كتيره بيحصل لمسات خاطئه من بطن ايدك، خاصه انت لو بطن ايدك مليان شويه، فده بيحصل وارد جدا وانت ماسك الموبايل بايدك الاثنين. وده بيظهر جدا بقى في الكتابه او لو انت بتكتب بسرعه على الكيبورد، ان الكيبورد مش بيستجيب للمسات بسرعه. وده اكتر من حد عمل ريبورت بالكلام ده، ادخل على ريديت هتلاقي كميه مشاكل بالهبل. كمان الكورنرات او اواخر الشاشه، خاصه مثلا في النسخه البرو ماك، مش بتستجيب للتاتش من اول مره، لازم تحاول اكتر من مره، خاصه مثلا في زرار الباك دايما بيبقى فوق على الشمال، تحاول تلمسه اكتر من مره عشان تعمل باك. اي زرار بيبقى ظاهر في كورنر من الكورنرات بتاع الشاشه بيبقى فيه مشكله شويه ان انت تقدر تلمسه من اول مره، وغالبا دي مشكله مش هاردوير، غالبا هتتحل بسوفت وير. سامسونج عملتها كتير قوي في موبايلاتها الايدج، اللي هي كانت بتحاول تقلل حساسيه الموبايل شويه للمسات خاطئه من بطن الايد، فالموضوع ممكن يتحل بسوفت وير ابديت، مش مشكله كبيره قوي يعني، بس المفروض بقى يتحل. تاني اكبر مشكله ويمكن دي ظهرت مع ناس كتيره، موبيز اتكلم عليها في فيديو، هواري اتكلم عليها في فيديو، وهي الكاميرا بج. لما انت بتفتح الفيديو وبتصور حاجه قريبه، فبيبقى بيستخدم الكاميرا الماكرو، اول ما تبعد الحاجه دي من قدام الشاشه بتعلق وتستك على المنظر او الفيو اللي هو كان قريب لمده كام ثانيه، وبعد كده تفوق ان خلاص ما بقاش في حاجه قدامها. ودي ظهرت مع ناس كتيره جدا ان في بج في الكاميرا في السويتشنج ما بين الماكرو كاميرا والكاميرا العاديه، ودي برضو يعني تتحل بسوفت وير ابديت. بس من الواضح الاي او اس 18 مش كومبليتلي جاهز، اللي هو ينزل اليوزر تحس ان النسخه البيتا دي، يمكن النسخه البيتا كانت مستقره اكتر من كده، بس لسه مفيش حد فاهم حاجه خالص. خش على الابل سبورت كوميونتي هتلاقي كميه صياح مش طبيعي. ثالث مشكله وهي في الشحن، في اكتر من حد عمل ريبورت ان هو عنده مشكله في شحن الموبايل، اللي هو لما بيوصل الكيبل الاوريجينال اللي جاي مع الموبايل في العلبه وبيستخدم الشاحن عادي جدا، وان الموبايل بيفصل كل شويه، يعني هو بيوصله يشحن بعدين خلاص لا نون تشارجنج، بعدين يشيله بعدين يحطه تاني تشارجنج بعدين نون تشارجنج، وان اللي هو حاسس ان هو اصلا الكيبل لوز جدا على الفتحه بتاع اليو اس بي، مش عارف دي مشكله خاصه بيه ولا مشكله عامه. وفي واحد بقى او اتنين عملوا ريبورت بحاجه غريبه جدا، ان هو بقى الايفون بتاعه بيكراش، يعني كل 5-6 دقائق كده بيكراش بيطفي. حاول ان هو يعمل ريسيت للموبايل اكتر من مره، ولكن المشكله ما اتحلتش، سواء بقى في ابلكيشن سواء في السيستم سواء في اي حاجه، هو الموبايل كل شويه بيكراش. زي ما قلت لك من شويه، من الواضح الاي او اس 18 مش جاهز بشكل كامل ان هو ينزل لليوزرز ويبقى ثابت وستيبل. فانت لو جايب الايفون 16 انت كده كده اجباري هو عندك الاي او اس 18 على الموبايل، لكن انت معاك اي اصدار قبل كده وجالك الاي او اس 18 اتقل عليه شويه لما الدنيا تستقر. في اكتر برضو من يوزر اشتكوا بالمشكله طبعا الكاميرا، وكمان في بقى مشكله في الابل باي، انت لما تضغط على زرار الباور ما بيطلعلكش الاوبشن بتاع الابل باي. ده غير بقى المشكله المعتاده بتاع كل سنه، اللوب بتاع عمليه الاكتيفيشن بتاع الموبايل. انت لما بتيجي تاكتيف الموبايل، وخاصه لما يكون مثلا معاك موبايل قديم وعايز تنقل الداتا من موبايل لموبايل، وقبل ما يبتدي ينقل الداتا بتاعتك يفضل يلوب في عمليه الاكتيفيشن ان هو ياكتيف الموبايل بتاعك حتى لو انت كونكتد بالانترنت. ودي مشكله دايما برضو شائعه جدا في الموضوع الايفون كل سنه. يعني انا دلوقتي اشتري انا ايفون 16 ولا 15 ولا 14 ولا 13؟ تعال اشاركك برايي تاني وهقول لك بالظبط ممكن تختار ايه. هشاركك برايي تاني، لو انت معاك ايفون 15 او 14 صدقني مش هتحس بفرق كبير لو انت رحت لل 16. نفس الموبايل نفس الواجهه نفس اللي اوت نفس الشكل النوتش نفس كل حاجه، بس معالج جديد وزرار جديد للكاميرا وكاميرا اعلى شويه والكلام ده. وده مش اللي هو يخليك تسيب موبايل وتروح لموبايل تاني، الكاميرا ستيل تحفه على
15 برو، 15 برو ماكس، وخاصه لو انت معاك الماكس. لو انت معاك 13 برو 13 برو ماكس فانت معاك بطاريه جباره يا معلم، حاول ما تفرطش فيها بسهوله، سواء لو هتروح لل 14 او ال 15. 16 انا لسه ما نعرفش البطاريه بتاعته ايه، لسه محتاجه تتجرب بشكل اكتر والمده اكتر، فلسه هنعرف الكلام ده بعدين. ولكن ال 13 كان في فرق كبير جدا في البطاريه بتاعته ما بين ال 14 وال 15. انا جربت ال 13 ال 14 ال 15. بطاريه ال 13 برو او برو ماكس كانت جباره، من اكتر البطاريات المحترمه جدا اللي استخدمتها ابل في الاجهزه بتاعتها. لكن انت بقى لو جاي من اصدار قديم 12 11 اكس اس 8 7 طبعا هتحس بفرق كبير لو طلعت لاي اصدار من 13 فيما فوق عامه. بس ان انت حابب تجيب الاصدار الاخير على طول وتبقى مواكب العصر يبقى بفضل طبعا، وساعتها هنصحك ان انت تجيب ال 16 طبعا، عشان ساعتها انت هتحس بفرق كبير سما وارض يا معلم. كاميرات في حته ثانيه، سوفت وير اسرع، هاردوير اسرع، كل حاجه مختلفه تماما عن الموبايل القديم اللي معاك. ولكن تاني معاك 14 13 15 فعلا صدقني مش هتحس بفرق كبير، كلهم واجهات مختلفه لنفس العمله. الايفون 13 كان معالج جبار، كان بكاميرات جباره، كان بكل حاجه تمام، هو شكل بس النوتش القديم. الايفون 14 النوتش جديده وكل حاجه، بس البطاريه ما كانتش احسن حاجه. 15 ظبطوا شويه موضوع البطاريه ونفس النوتش، يعني برده ما كانش فيه اختلاف كبير عن ال 14 الا في موضوع البطاريه والمعالج، واضافه دعم الصيغ الجديده في الفيديو وتصوير بقى بلو ريز والكلام ده والحوارات دي، كان مناسب اكتر للفيديوجرافر والناس اللي بتستخدم موبايل في التصوير. برده نفس الكلام في 16 طورنا الموضوع اكتر، بس الموضوع بقى خلاص بقى يعني ممل ومفيش اختلافات كبيره، زائد ان في مشاكل كتيره لغايه دلوقتي. الاي اس 18 مش جاهز. ولو بصينا على مقارنه الكاميرات ما بين الايفون 13 برو ماكس والايفون 14 برو ماكس والايفون 15 برو ماكس والايفون 16 برو ماكس، هتلاقي كلهم النتائج مفيش فروقات كبيره. اربعه تقريبا بيطلعوا نتائج صور تحفه جدا، سواء بقى في العزل، سواء في الثبات، سواء في الكاميرا الخلفيه، سواء في الكاميرا السيلفي. فاللي هو ده ايفون 13 برو ماكس مثلا هتلاقي عدى عليه حوالي 4 اجيال حاليا، وسنه تاني هيبقى 17 برو ماكس، ولكن نتائج الصور ما زالت تقدر تعتمد عليها بشكل كبير. نتائج الصور حلوه جدا، عشان كده كنت بقول لك هو التغيير بس في المظهر الخارجي، ولكن الجوهر ممكن يكون فيه تغييرات كارقام، ولكن على ارض الواقع انت مش محتاج الارقام الكبيره قوي دي. هي ارقام دعائيه اكتر ما هي ارقام فعليه، ولكن هيفرق معاك شويه تصوير الفيديو بما ان بقى في دعم للبروريز او الهاي بروريز والفيديوهات اللي بكواليتي اعلى وكودك افضل. ممكن يكون من بدايه ال 14 او من بدايه ال 15 فيما فوق. ممكن لو انت صانع محتوى ممكن هيفرق معاك شويه، ولكن لو انت مبتدئ ومش فارق معاك الحاجات دي، ال 13 برو ماكس هيطلع معاك نتائج عالميه تعتمد عليها بشكل كبير جدا، مش هتحتاج تروح لاي ايفون تاني. الملخص يا صديقي، انت ليك مطلق الحريه، انا بس بشرح لك وجهه نظري، تشاركني بوجهه نظرك تحت الفيديو في الكومنتات، هقرا كل الكومنتات بتاعتكم. يا ريت لو حد ظهرت اي مشكله معايا من المشاكل اللي انا اتكلمت عليها دي يسيب لي بيها كومنت، ونحاول بقى نجمع المشاكل دي كلها في فيديو تاني ونشوف ليها حلول لما تنزل ان شاء الله. وتقريبا قبل الصبح النهارده بعت التحديث جديد للاي او اس 18 المفروض انه يحل المشاكل دي، وبرضه هحاول بشارككم بكل الابديتس في فيديو تاني. فما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.